في مثل هذا اليوم وقف الحسين عليه السلام وقفة الحق كله بوجه الباطل كله. وقف أمام ماكينة يزيد بمغرياته وجنوده ومنافقيه. وقف يحمل راية الحرية من هنا، من أرض العراق، في واقعة استثنائية سجلت لأول مرة في التاريخ انتصار الدماء على السيوف في ظرف حرج كان النفاق فيه السمة الأعم. فانتصر الحسين وانتصرت معه الحرية التي أسست للعالم مبدأ الوقوف بوجه الظالم. اليوم يقف العراقيون وقفة ابن رسول الله وهم يدافعون عن حقهم بوجه عصابة مارقة تريد طفا أخرى تحز بها رؤوس العراقيين بذات السيف، سيف الشمر وأسياده. واليوم أيضا يقف العراقيون على صدر الوطن مدافعين وحدهم ضد عدو تعددت أشكاله وألوانه، وآخرها عثماني مريض يريد أن يجرب حظه مع العراقيين بعد أن ذله انقلاب أهله وناسه عليه. وإلى أردوغان وتركيا ومن معهم نقول: العراقيون لم يسجل يوما أنهم ناموا على ضيم ولن، وسيعلم الحالم بإمبراطورية أجداده العفنة أن العراقيين الذين حرروا أرضهم وطردوا أعتى عصابة عرفها التاريخ سيردون على تخرصاته ردا مزلزلا، وهم قادرون على ردع أحلامه المريضة بجيش وحشد أبهر الدنيا بفتوى كفائية واحدة صغيرة زلزلت الأرض تحت أقدام الدواعش. فكيف بالجهاد ضد العثمانيين الجدد؟ فحرارة الدماء التي سالت في كربلاء لم تبرد حتى الساعة، وهذا يوم ذكراها تتجدد كلما قدم الزمان، وستنتصر لا محالة على سيوف أردوغان وما تسول له نفسه المريضة. ألا فاسمعي تركيا وعي، فإن الأرض ولادة وكل أرض كربلاء، وسيكون العراقيون في المواجهة كلهم حسينا. İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme